خوتي خواتاتي، السلام عليكم. اليوم عندي لكم فيديو جديد مهم جدا. بصراحه بغيتكم تفرجوا في هذا الفيديو وتتبعوا معايا هذا الفيديو هذا حتى الاخر، لانه بصراحه غادي يفيدكم بزاف. لان اغلب الناس ولاو كياخذوا التليفونات بون اوكازيون كيكون احسن لهم من جديد، احيانا كيكون احسن لهم من تليفون جديد. لكن باش ما تصيدش وباش تصدق لك التليفون مزيان احسن من جديد، خصك تتبع معايا الشرح وتبع معايا الخطوات اللي خصك ديرهم قبل ما تشري اي تليفون قديم. هاد الخطوات راه مهمين جدا باش ما تصيرش تصيده اللي هي خايبه. حيت كاين اللي كيمشي كيشري تليفون ومن بعد كيتنادم عليه، يقول لك اش داني للقديم. هو الغلط راه ماشي من هذاك اللي بالي، الغلط منه هو بشكل كبير، لانه هو اللي مشى وقال لي عطيني التليفون من اوكازيون. وقنعوا الشخص بطبيعه الحال غادي يقنعك، البائع غادي يقنعك باي طريقه باش تشري من عنده داك التليفون. ومهم بلا ما نطول عليكم، الخطوات اللي خصك تعرفهم قبل ما تشري اي تليفون واللي خصك ديرهم قبل ما تشري اي تليفون. اول حاجه، ملي عطاك تشري التليفون شدو في يديك بحال هكايا، غتقلبو مزيان. واول حاجه غتبدا بها غتبدا بلا فيشر، ما تشعلوش بحال هكا وتقلبو، طفيه بحال هكايا وقلب ليكرون من الفوق كما فيها شي خبشه شي ضربه شي عيب اللي هو باين، لان احيانا كتركب ليه لانكساب وكيبان العيب ديال ديك الخبشه ما كتبغيش تحيد نهائيا. ومن بعد فاش تتاكد بان لا فيشور راه مزيانه من الفوق، يعني لا طفيتيها راه ما كيبانش فيها لي طراس، يعني ديال السوارت ولا ديال الفلوس اللي كيبانوا في ليكرون، يعني راه كتبان لك مزيانه نقيه جميله نظيفه. من بعد غتحول سيدي للعظم، غتشد العظم غدير بحال هكايا، غتشوف ياك ما فيه شي عوجيه، ما فيه شي ضربه، ما فيه شي خبشه. اذا كانت فيه شي حاجه بسيطه يعني ماشي عيب، غير ما يكونش عوج. اهم حاجه تركز عليها عندك يكون عوج، خصك ضروري يبان لك بحال المسطره، يبان لك ناضي كناضي، لانه الا كان عوج غير شويه مع السخونيه لا فيشور تقدر تطلع من البلاصه اللي عوج فيها. مثلا الا عوج بحال هكايا لا فيشور غتطلع بحال هكا، يعني غتلقى عيب كبير من بعد ما تاخدو. لهذا خصك ترد ليه البال، لان بعد هذاك العيب ما غاديش يبان لك ديك الساعات. تقدر مثلا تشري فصل الشتاء وما غاديش يبان داك العيب حتى فصل الصيف مثلا، ديك الساعات غادي يطلع لك لافيشور مع الصاد ومع السخونيه. ولا طلعت لك لافيشور تقدر الله يستر تهرس، تقدر تدخل لك الغبره الكاميرا القداميه، الكاميرا الاماميه غتولي عندك مضببه، خصك تبدلها ولا خصك تنيطويها. هذه حاجه الثانيه. وتشوف بطبيعة الحال الظهر ديالو واش باقي نقي، كما فيه شي ضربه، كما فيه شي عيب، باش الا درتي شي طاغون غتبان يبان لك التليفون مهيب نقي من داكشي. ومن بعد اخويا، من بعد ما تشيكي هادشي كامل اللي قلت لك، عاد ديك الساعات غتمشي تشيكي الشاشه لا فيشور بطبيعه الحال، وهي اهم حاجه في هادشي كامل اللي قلنا. خصك لا فيشور ضروري تسيها مزيان، لان لا فيشور هي التليفون، لا فيشور هي التليفون. الا ما سيتيهاش مزيان تقدر تصيد صيده اللي هي خايبه. تسيي لا فيشور، اول حاجه غادي ديرها غادي تهبط هاد اللعيبه هادي، وغادي ديزاكتيفي هاد المود هذا ضروري. الا لقيتي ماكتيفي ديزاكتيفي باش يبان لك العيب ديال لا فيشور اذا كانت فيها شي كحوليه شي لعيبه في الجناب. وغدير هاد الضوء بحال هكايا وشوف واش كيزيد وكينقص من داكشي كما كتلاحظوا معايا، يعني راه مزيان الضوء. حيت كاين شي افيشورات واخا تنقص ليها من الضوء ما كتنقصش، ولا واخا كتزيد ليها ما كتزادش، يعني خصك تحيد الشك تقلبو مزيان. من بعد غادي دير عمليه واحده اخرى اللي غتبين لك لا فيشور واش مزيانه ولا ما مزياناش. غادي توجه فين كنديروا الاتصال، وغدير هاد الكود هذا نجمه دياز زيرو نجمه دياز. من بعد ما دير هاد الكود هذا بطبيعه الحال غادي يعطيك مجموعه من الاختيارات، خصك يعني تسيهم. مثلا هنا كتسيي الالوان، هنا كيبان لك الحمر، هنا جرين خضر، هنا البلو. كتبرك عليه كيعطيك اللون يعني صافي كما كتلاحظ معايا، اللون ناضي، كتبان لك لا فيشور ما فيها والو، كتبان لك زرقاء من داك الشيء. من بعد اخويا كتسيي كدوز على هاد اللعيبات كاملين، وخصك تسوي بطبيعه الحال السنسور. هذا راه مهم جدا. السنسور هو فاش كدير لابيل مثلا وكدير التليفون في ودنك كيطفى، فاش كدير بحال هكا كيفيفري وكيبدل اللون، يعني راه لا سنسور خدام امارش ناضي كناضي. من بعد ما كتسيي لا سنسور كتسيي بطبيعه الحال لا فيشور واش كتريبوندي كامله ولا فيها شي بلاصه ما كتريبونديش. مثلا غدير هاد اللعيبه هادي بحال هكايا،
غتبع هاد الخطوات هادو، وشوف الا كانت شي بلاصه ما كيدوش من هذا الخط هذا، عارف باللي تما كاين شي مشكل، يعني ما كيتجاوبش معاك. يعني في حالات الا كنتي كتكتب شي ميساج ولا شي حاجه شي حرف ما غاديش يتكتب لك واخا تعيا ما تكليكي. هنا سبيكر كتسيي فيه الصوت كما كتلاحظوا معايا. هاد البلاصه هادي كتسيي فيها لي توش ديال التليفون، كتشوف هاد لي توش واش خدامه، الا كيتبدل اللون عارف راه علاش واش خدامه. انت كما كتلاحظوا معايا كنكليكي كيتبدل اللون. هاد الهوم حتى هي كنبركو عليها كيتبدل اللون. هادو حتى هما اللي كاينين تحت لافيشور كتسيهم بحال هكايا وكيتبدل معاك اللون بطبيعه الحال، يعني راه خدامين اماش. هنا كنسي اللون الاسود، واش التليفون كيبان يعني كحل كحل ولا ميلونجي كما كنقولوا. من بعد كنرجعوا كتشوف هنا الفيرسيون ديال التليفون، كتشوف السميه ديالو، كتشوف بطبيعه الحال السيري ديالو. من بعد ما نسيو هاد اللعيبات اللي هنايا كاملين وكنجربوهم كاملين وخدامين معنا اماش. هنا كاين حتى كاميرا، كتسي كاميرا حتى هي كما كتلاحظوا معايا، كتسي الكاميرا ديالك واش خدامه مزيان، كتزومي مزيان ما فيها والو. كترجع كتسي الكاميرا الاماميه حتى هي، يعني كتسي الكاميرا. انا بطبيعه الحال هنا غتخرج حتى من هنايا وسي من بعد الكاميرا على برا كاع حتى كاع تسيهم من تما. كتجي كتسي الكاميرا ديالك مزيان، كتشوف تسي داكشي كامل، كتسي الاماميه حتى هي تجربها واش خدامه حتى هي خدامه اماج ناضي. ومن بعد ما تسي الكاميرا ديالك كتوجه لحاجه مهمه حتى هي بحال لافيشور، وإلا ما كانش هي راه ما كاين لا تليفون لا والو، اللي هي الشبكه او لا الريزو. غدير الكارطه ديالك، غدير الكود ديالك، غتسي الشبكه ديالك وشوف واش خدامه، وغتدير بطبيعه الحال واحد لابيل وغتعيط لصاحبك تقول لي واش كتسمعني ولا ما كتسمعنيش، وشوف حتى انت واش كتسمعو ولا ما كتسمعوش مزيان. يعني الا كانت الامور هي هذيك ناضيه. من بعد الشبكه كتوجه لحاجه مهمه حتى هي اللي هي خصها تكون عندك التليفون خدامه ضروريه، اللي هي الويفي بطبيعه الحال. الا ما عندكش الويفي راه ما عندك والو، لانه به كدير الميزاجور وكدير شحال من حاجه للتليفون ديالك. كدير الويفي كتكليكي كدير الكود ديالك بطبيعه الحال وكتجرب الويفي ديالك خدام ناضي كناضي. توجه لحاجه اخرى واللي هي البصمه ديال التليفون، كتسي البصمه واش كتريبوندي معاك مزيان ولا ما كتريبونديش، واش خدامه ولا ما خداماش. من بعد ما تاكد انها خدامه كتشوف البطاريه بطبيعه الحال ما يمكنش تسيها في البلاصه، ممكن تشوف واش كتهبط دغيا ولا لا. في حاله ما هزيتي التليفون وخدمتيه للوهله الاولى خصك تضرب على الباتري قبل ما دير اي حاجه. ضرب على الباتري شوف شحال فيه، ومن بعد خدم بالتليفون واحد شويه وشوف واش كيهبط دغيا ولا لا. الا كان كيهبط دغيا عارف راه المشكل في الباتري. خصك تقولها للسيد اللي غتخدم عند التليفون، قول ليه اودي راه التليفون هذا فيه مشكل ديال الباتري. وما تنساش اخويا كذلك تسي منفذ الشحن اولا الكونيكتور ديال التليفون وشوف واش كيتشارجا ولا ما كيتشارجاش. غتجيب شارجور غتخشي تشوف واش هذاك التليفون كيتشارجا ولا لا. واخا يبين لك بانه كيتشارجا لكن خصك تشوف واش كيتزاد ولا لا. وحتى الا كيتزاد خصك تشوف واش كيتزاد دغيا ولا ثقيل بزاف غادي يعصبك. حاجه اخرى ما يمكنش ننساها اللي هي السيد اللي غتشري من عنده التليفون، واش السيد يعني موثوق، واش غيعطيك واحد الضمان اللي غتسيب داك التليفون. لان كاينين شي عيوب ما يقدروش يبانوا لك للوهله الاولى، بحال السخونيه ديال التليفون، بحال شحال من حاجه. يقدر التليفون يخدم معاك ديك الساعات ولكن من بعد يقدر يطفى لك ولا يقدر تكون فيه عيب ديال السخونيه اللي هو عيب قليل فين كيتصلح، قليل جدا فين كيتصلح هذاك العيب اللي هو عيب. الا كان في داك التليفون قبل ما تشريه رد له مولا قول لي سمح لي. وبالمناسبه هاد التليفون هذا اللي درنا به هاد الفيديو هذا راه للبيع، اللي بغى مرحبا به والثمن زوين ان شاء الله. مرحبا بكم عندنا. هذا ما كان. نتمنى نكون قد وفقت في هذا الشرح هذا، ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.